وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل أوراق اعتماد 6 سفراء. نفير لضمان توفير المياه في عتك كليزان. سيمينار حول القانون في جندع وماعيني. السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. الصين وروسيا تنددان بالتقرير الأمريكي حول استراتيجية الأمن القومي. وكندا وأمريكا تعلنان عن خطوة لمواصلة الضغط على بيونغ يانغ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي يوم أمس 19 من ديسمبر الجاري بقاعة دندن أوراق اعتماد 6 سفراء، والسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم هم السيدة سوزان نوغونيغي منسقة مؤسسات الأمم المتحدة في إريتريا، والسيدة توشيغو بوساوا سفيرا لليابان، والسيد ميكائيل كيرستوس ديامسيس سفير جمهورية اليونان، والسيدة أجرينا موسى سفير جمهورية مالاوي، والسيد دانييل كافان سفير سويسرا الاتحادية، والسيد راميا يوغاراجان سفير جمهورية سريلانكا. وأوضح فخامة الرئيس إسياس أفورقي أثناء تسلم ورقة اعتماد منسقة مؤسسات الأمم المتحدة سيدة سوزان نوغونيغي بأن أعمال مؤسسة المنظمة في إفريقيا ارتبطت فقط للعمل في مجالات الصراعات والكوارث، مؤكدا بأنه يتوجب على المنظمة العمل بالتركيز على آليات تنتشل القارة من تلك المشاكل. وذكر فخامته منظمة الأمم المتحدة للعمل بالتركيز على تطوير قدرات القارة الإفريقية من أجل تأكيد تطورها وتنميتها بالاعتماد على ذاتها مستفيدة من ثرواتها الهائلة. وقال فخامة الرئيس إسياس أفورقي عند لقائه بالسفير الياباني إن الإغاثة ليست لها أي أثر في تنمية القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار الياباني في القارة التي تمتلك ثروات هائلة للاعتماد على ذاتها. وذكر مستوى التطور الذي بلغته اليابان متحدية الدمار الذي شهدته في الحرب العالمية الثانية بجهد جبار وثقافة شعبها، وشدد بأن القارة الإفريقية تريد الاستفادة من التجارب والمعرفة اليابانية. وعند لقاء فخامة الرئيس إسياس بسفير سويسرا الاتحادية أكد له رغبة إريتريا لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحا بأن إريتريا ليست مستعدة للدخول في اتفاقيات ثنائية غير قانونية من الجهات، باعتبار الموضوع لا يخص دولة معينة بل لجميع دول العالم ويتطلب جهودا منسقة. وأضاف فخامته بأن إريتريا توافق على برامج التعاون الذي تتبعه سويسرا والمرتكز على تطور القدرات البشرية. ونوه فخامته عند استقباله سفراء جمهورية اليونان ومالاوي وسريلانكا بأنه يتوقع منهم للقيام بعمل كبير لتوطيد علاقات بلدهم مع إريتريا. يقوم سكان مدينة عتك كليزان بنفير لتنفيذ البرنامج الموضوع على مستوى الإقليم لحل النقص في مياه الشرب وضمان استمراريته. وأوضح مدير مديرية عتك كليزان السيد سلمون هايلي أن السكان يشاركون بفعالية لحفر مجاري أنابيب المياه بطول أكثر من 2 كيلومترين وبناء الخزانات ونقاط التوزيع. وأكد السكان على العمل بكامل قدراتهم لحل مشكلة المياه، منادين جميع المختصين المساهمة لإسراع البرنامج. نظم سيمينار للتوعية بالقانون ومكافحة الجرائم في جندع وماعيني. وأوضح قائد مركز شرطة مديرية جندع الملازم زايد تسفازجي في السيمينار الذي عقده لأصحاب المرافق الخدمية، أوضح أن العلاقة الوطيدة بين الشرطة تسهم لمكافحة الجرائم وكشف الجنى، داعيا المجتمع عامة والمرافق الخدمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشرطة. وقدم تقرير عن الجرائم والمخالفات التي حدثت في المديرية وضبط مرتكبيها بتعاون الشعب. ودعا السمينار أولياء الأمور لمتابعة طبايع أبنائهم وزيادة الشارات المرورية وسط المدينة ومتابعة الحانات التي تبيع الكحول للقُصّر.
وعقد سيمينار لأولياء الأمور والطلاب في مديرية ماي عيني، حيث قدم قائد مركز الشرطة المديرية الرقيب عثمان فكاك توضيحا حول الحقوق والواجبات وأهمية معرفة القانون ودور الشباب لمكافحة الجرائم والحوادث المرورية ودور القانون للحد من الحوادث. أكدت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية على تبرع الإريتريين المقيمين في الكويت ومدينة إدمنت الكندية بحوالي 37 ألف دولار من أجل مساعدة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. ووفق المعلومات المقدمة، تبرع الإريتريون المقيمون في دولة الكويت ب27 ألف دولار أمريكي، وكذلك تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة إدمنت ب9500 دولار من أجل إعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. توفي في 19 من ديسمبر المناضل الكابتن براخي زمد برهان عضو الملاحة البحرية الإريترية عن عمر ناهز 70 عاما. التحق المناضل براخي إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا منتصف سبعينيات القرن الماضي، وخدم بداية في القوات المقاتلة والاستخبارات العسكرية، وكان قائدا لسفينة أنجلوس وساهم لجلب الإمدادات الغذائية والتسليحية، وعمل بعد الاستقلال في السفن الكبيرة التجارية بتفان وإخلاص. وكان المناضل براخي زمد برهان قائدا بمواصفات علمية لقيادة السفن، وساهم في تأهيل البحارة الجدد. وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 20 من ديسمبر بمقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. وتعرب هيئة الملاحة البحرية الإريترية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل براخي زمد برهان، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، قال التحالف الذي تقوده السعودية إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت تقارير عن وقوع خسائر أو أضرار. وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن التحالف بقيادة السعودية أن الصاروخ كان موجها إلى مناطق سكنية ولم يسفر عن وقوع أضرار. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الصاروخي، وطالبت إيران بوقف تسليح الحوثيين. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن الرئيس دونالد ترامب حول استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، والذي وصف هاتين الدولتين بالقوتين الغريمتين، إذ انتقدتا ذهنية الحرب الباردة والطابع الإمريالي للوثيقة. جاء رد الدولتين الكبيرتين قطعة عرض تقرير يتضمن الرؤية الأمريكية للعالم، وورد فيه تصنيف بكين وموسكو بأنهما منافستين في العالم لنفوذ الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها تحض الولايات المتحدة على التوقف عن تحريف نوايا الصين الاستراتيجية بصورة متعمدة. ولاحقا نددت موسكو بدورها بالتقرير. وتقول الوثيقة إن الصين وروسيا تتحديان القوة والنفوذ والمصالح الأمريكية، وتسعيان إلى تقويض الأمن والازدهار الأمريكيين. أعلنت كندا والولايات المتحدة أنهما ستستضيفان اجتماعا في فانكوفر في 16 من يناير 2018 لإظهار تضامن العالم ضد استمرار اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ويحضر الاجتماع ممثلون من الدول التي أرسلت قوات أو دعما عسكريا آخر للمساعي الذي ساندته الأمم المتحدة للتصدي للقوات الكورية الشمالية عقب غزوها كوريا الجنوبية عام 1950.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن اليابان والهند والسويد ستشاركان أيضا في الاجتماع. وأضاف في أعقاب اجتماع مع نظيرته الكندية كريستيا فيرالد إن حملة الضغط على كوريا الشمالية لن تهدأ إلى أن توافق بيونغ يانغ على التخلي عن طموحاتها النووية. وحذرت واشنطن من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيارات العسكرية بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ. دشن على التخلي عن طموحاتها النووية. وحذرت واشنطن من أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الخيارات العسكرية بهدف منع كوريا الشمالية من تطوير صواريخ. دشن أحد المقاهي في لندن هذا الأسبوع خدمة فنجان قهوة تحت اسم سيلفي تشينو، حيث تحمل الرغوة الموجودة على سطح فنجان القهوة الصور الشخصية للزبائن ليصبح أول مكان في أوروبا يقدم تلك الخدمة. العملية برمتها لا تستغرق سوى 4 دقائق فقط، حيث يرسل العميل صورته التي يتم تحميلها على ماكينة بها طابعة بينما يوضع الفنجان أسفلها، ويتم مسح الصورة ضوئيا قبل أن تظهر على الرقوة باستخدام ألوان صناعية عديمة النكهة. ويتكلف الفنجان الواحد أو يكلف ما يقترب من 6 جنيهات استرلينية. ويقول مالك المقهى إن الزبائن يأتون إلى مقهاه خصيصا من أجل احتساء فنجان سيلفي تشينو، بينما تكون صورهم الشخصية مخزنة سلفا على هواتفهم المحمولة، أو يقوم بعضهم بالتقاط صور السيلفي لأنفسهم داخل المقهى. وخلال 3 أيام فقط من تدشين خدمة سيلفي تشينو باع المقهى أكثر من 400 مشروب خاص. فاصل أخير ونعود مع النبأ الرياضي الأخير. مشاهدينا الكرام كونوا معنا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.